مساء الخير. مساء الخير يا جماعة، أصدقائي وزملائي جميعا. يفترض هي الحلقة ناوي أعملها حلقة خاصة عن مقابلة الأستاذ أحمد دخان نقيب المحامين المركزي التي أجريت اليوم ومنشورة على يوتيوب. بده يبحث عنها يكتب مقابلة الأستاذ أحمد دخان على يوتيوب. بس قبل رح نحكي عن شوية أحداث سياسية وعسكرية صارت اليوم. اليوم وصلت أعداد كبيرة جدا من الأرتال الأمن العام إلى طرطوس. نزلت بطريقها تماما من جسر الجمعية، بنسميه جسر الجمعية اللي بيوصل على الكراج القديم، وكان ترافقها طائرة هليكوبتر في الجو للمراقبة والحماية، وكان يعني بعتقد عشرات السيارات، وكل سيارة بكاب زائد جيباد دفع رباعي فيها أعداد تملأها من عناصر الأمن العام. أهلا وسهلا فيهم. أنا انبسطت والله بالخطوة كتير، يعني حسيت بأمان. يعني انقطع السير وصارت اختناقات سير كتير، بس لابد منها. يعني أنا نازل من المحكمة، من عند جسر المحكمة، يمكن ضليت حوالي الساعة بالسيارة لحتى قدرت أوصل من اللي بيعرف المنطقة 200 متر من المحكمة إلى دوار المصرف العقاري، حوالي 200 متر، ضليت تقريبا ساعة. أهلا وسهلا فيهم. كويس، خطوة ممتازة، خطوة رائعة كتير. جنود الأمن العام بالنهاية بيمثلوا الدولة، بيمثلوا. لازم تميزوا شغلة بس بدي أقول لكم عليها. في عندكم شيء، ثلاث مصطلحات رجاء تنتبهوا عليها، لأن أنا عم شوف بالكتابات وهيك عم يصير كتير خطأ. في عندكم واحد، هيئة تحرير الشام. هيئة تحرير الشام اللي هي منظمة يقودها أحمد الشرع ومقرها في إدلب. هيئة تحرير الشام. اثنين، المصطلح الثاني، إدارة العمليات العسكرية، اللي هي الإدارة العسكرية لجميع الفصائل التي شاركت في إسقاط النظام، إن كان هيئة تحرير الشام، إن كان كتائب نور الدين الزنكي، إن كان جيش التحرير، إن كان جيش الإسلام. مجموعة فصائل تضم الجيش الحر وغير الجيش الحر. المصطلح إدارة العمليات العسكرية، فإذا اسمها هي القيادة تبع العمليات العسكرية، تضم الشرع وغير الشرع وغير الشرع وغير الشرع، كذا شخص اللي هن قوات الفصائل. هي اسمها إدارة العمليات العسكرية. المصطلح الثالث اسمه عملية ردع العدوان. عملية ردع العدوان هو التحرك العسكري اللي صار من إدلب إلى حلب إلى حماة إلى حمص إلى دمشق وشوي بدير الزور، ومن ثم إلى الساحل، طرطوس واللاذقية. هذه اسمها كلها التحركات العسكرية اسمها عملية ردع العدوان. فإذا ثلاث مصطلحات: هيئة تحرير الشام، ما في شيء اسمه هيئة العمليات العسكرية. أنا بلاحظ شفت لافتات اليوم مكتوبة هيئة العمليات العسكرية، ما بيجوز. مو إدارة العمليات العسكرية. عملية ردع العدوان، مو هيئة ردع العدوان ومو إدارة ردع العدوان، عملية ردع العدوان. هيئة تحرير الشام هي هذا الحزب أو المنظمة، الحزب أو المنظمة التي يقودها أبو محمد الجولاني، الذي عرف فيما بعد بيننا باسم أحمد الشرع، اللي هو رئيس القيادة العامة الجديدة التي تدير سوريا حاليا. طيب، نرجع. وصلت الأرتال، فإذا جمعت كلها بعتقد عند دوار المحافظة، وبدأ توزيعها على النقاط الواجبة في طرطوس لتحل محل قوات الشرطة السابقة. هذا الكلام لا ينفي بأن الإدارة ما تزال ستعمد على دعوة عناصر الشرطة السابقة، ضباط وصف ضباط وأفراد ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، للالتحاق بعملهم من جديد، وظيفتهم التي كانت قبل 8/12/2024. إن شاء الله تكون انتهت مشاكل ريف حمص على خير. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب تكون انتهت ويخلص الشعب من هالقصص ويخلص الشعب من هالاضطرابات
هلا أنا بضل أقول مخاض لابد منه، هو النظام اللي قاعد على رقاب الناس من 1963 حتى الآن، عملية نزع هذه الحشرة الملتصقة بالجسم لمدة 62 عاما ستتسبب ببعض الجروح. لابد منها. ليش بقولكم لا تتشائموا؟ لأنه ما زلنا دون المتوقع أو المتخوف منه اللي كانت الناس تفكره. ما زلنا. الله يرحم اللي مات من كل الجهات يا عمي. شو بنعمل يعني؟ لما بيروحوا ضباط وعناصر من جماعة سهيل الحسن، وأنا لا أهاجم أحد، لا حدا يتهمني عم هاجم حدا، لا أبدا، أنا عم بحكي منطق وواقع. لما بيروحوا ضباط وعناصر من جماعة سهيل الحسن ومطلوبين ومعروفين بأنهم مرتكبين مجازر ومعروفين بأنهم اشتغلوا ضد الشعب وانأذوا منهم أهالي منطقتهم أكثر من أذوا منهم البقية، رفضوا تسوية، رفضوا تسليم السلاح، اختبأوا بين المدنيين. على فكرة، الاختباء والحروب بين المدنيين تشكل جريمة حرب بحسب معاهدة جنيف، تشكل جريمة حرب. وضع الأسلحة بين المدنيين تشكل جريمة حرب بحسب اتفاقية جنيف. طيب، كمان تمت ملاحقة ضباط وعناصر وقوات مجموعات في دير الزور، في العساسنة، في الرقة، في ريف دمشق. واليوم بريف دمشق كمان قتلان أكبر قادة المجموعات. امبارح بالشام سعيد مارديني أكبر قادة مجموعات دمشق، كلهم شبيحة هدول، قتلوا، نالوا نصيبهم، نالوا جزاء العادل. رب العالمين يمهل ولا يهمل، يمهل ولا يهمل. الفرق بيننا وبين أو بين ريفنا والريف الحمصي وبين باقي المناطق، بأنه يبدو ما عم لوم، يعني شعبنا عاطفي، يعني يبدو المدنيين عم يجوا يحموهم لهدول ببيوتهم، لك يا أخي مثل ما صار بأماكن أخرى. طيب، شو الحل؟ نتركهم لهدول يرجعوا يقووا ويرجعوا يقعدوا على أرقامنا من جديد، ويرجعوا يرجعوا لنا ماهر الأسد بالزيطة والزنبليطة اللي صارت، ويرجعوا يقولوا لنا بدنا سهيل الحسن، ويرجعوا يقولوا لنا بدنا حسام لوقا، ويرجعوا يقولوا لنا بدنا علي مملوك، ويرجعوا يقولوا لنا بدنا حسين عرنوس ما بدنا خلينا نخلص منهم على الآخر يا أخي. تقلي مسامحة شو؟ الناس لم تجف مياه قبورها بعد؟ ناس عندها ناس قتلت. مسامحة شو؟ المسامحة تأتي بعد تطبيق العدالة الانتقالية. طبق العدالة الانتقالية. ايه، أخذ على الإدارة عدم وضع لوائح بأسماء المطلوبين، أخذ على الإدارة عدم البدء بمشروع قانون للعدالة الانتقالية، أخذ على الإدارة عدم تشريع وجود محاكم خاصة بهذا الأمر. ولكن مو معناه تطلعوا أنا ضد إطلاع عفو شامل. عفو عن شو؟ يعني هلا، يعني هذا اللي قتل ابنه وأبوه وأمه، في واحد مزق دفتر العيلة، في واحد التعن أنفاس عيلته كلها. طيب هذا كيف بدك تخليه يسامح؟ قسرا. حقق له مراده، احكم بالإعدام أو بالسجن أو بالكذا على من ظلم، وبعدين قل له تعال يا أخي بتحب تسامح سامح. صفح هذا اسمه صفح المجني عليه أو صفح المدعي. صفح المدعي أو صفح المجني عليه ما شغلة موجودة بقانوننا نحن السوري، تصح حتى لو بعد انبرام الأحكام، حتى لو بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية. أما تيجي تقول لي هلا انسى كل شيء يلا قلوب الصفحة، لك يا أخي والله يعني أنا معه، أنا راح أنبسط إذا نسى كل شيء وانقلبت الصفحة، بس والله هذه ليست عدالة، ليست عدالة. ما في دولة عملتها. اليوم قرية قمحانة، وعلى فكرة قمحانة قرية أغلبها من إخواننا السنة، وكانت أكبر تجمعات المقاتلين في صفوف النظام، وكانت توالي النظام. لك قمحانة، حارب، سراقب، هدول كانوا كلهم موالين للنظام على فكرة يعني. طيب اللي اجوا استلموا البلد هدول ضد النظام، ما بدكم يطلع رصاصتين ضد بعض؟ نرجع بنقول نحن مع المسامحة ومع التسامح، بس يا أخي بعد تحقيق العدالة، بعد تحقيق العدالة. القبض على مختار قمحاني مختبئ في وادي العيون، حتى لما يحكوا بالطائفية لعد يفتحوا تمكم. مختار قمحاني من الطائفة السنية ومختبئ وين؟ بوادي العيون مع قل العلويين. لا بقى حدا يفتح تمه ويقل طائفية.
المهم وصولها الارتال لطرطوس اسعدنا جدا، انا انبسطت فيه وانا شعرت بامان. وانا هلا يعني جيت بالشوارع بالعشرة ونص 11. يا اخي هو طرطوس امنه يعني، بس انا اخذت على بعض الصفحات عمليه ردع العدوان، بعض الصفحات كاتبه من اجل اعاده الامن والامان الى طرطوس وريفها. ليكو يا عمي، طرطوس وريفها ما صار فيهم شيء. طرطوس وريفها ما صار فيهم شيء. ما تقولوا بدنا نعيد الامن والامان، قولوا سنحافظ على الامن والامان في طرطوس وريفها. نحافظ، نبقيه. مو نعيد الامن والامان. نعيد الامن والامان كلمه والله بتشكك يا حبيبي. طرطوس امنه امنه بكل من فيها. طرطوس شعب عاقل وشعب كويس، وانا افخر باني ابن طرطوس وعلوي ابن طرطوس، وافخر بانه صديقي السني ابن طرطوس، وافخر بصديقي المسيحي ابن طرطوس. طرطوس بسنتها وعلويتها ومسيحيها واسماعيليتها وكل الطوائف الموجودة فيها، طرطوس محافظة هادئة وعاقلة. هادئة وعاقلة. لا حد يقول لي نعيد الأمن والأمان. نعيد الأمن والأمان يعني جاي تعمل لك شي قصة؟ لا اوعى. ايه بس تشوف قصة كلنا رح نروح معك. أنا هلا إذا بسمع إنه جاري هون ضابط امتنع عن عقد التسوية وكان له أياديه ملطخة بالدماء وامتنع عن تسليم سلاحه، أنا بدي أجيب عليه هذا. لا ما بيناسبني، لأن بكرة بده يؤذي كل البناية. هذا كل بنايتي بده يؤذيها. الاشخاص الموجودين بمبنى المحافظه على عم يداوموا اشخاص من اخواننا السنه، عم بحكي انا، مميزين، وفي معهم بعض اخواننا العلويين كويسين كتير. في محامين، الاستاذ غيث مسجود، وفي الاستاذ يمكن اكرم عبد الجليل عم يداوم، في الحاج هشام طياره، في القاضي كمال جنيات المحترم. في ناس كتير كويسين عم يداوموا بالمحافظه، وهدول عم يوصلوا فكره لجماعه القياده المنتمين الى طرطوس بوضع طرطوس. والحقيقه عم يحكوا بعداله، عم يحكوا بعداله. يعني انا بعرف يعني اجزم واكاد اسمع ما يتكلم به. إن كان الاستاذ غيث مسجود اللي هو بقسم الطوارئ على ما اعتقد، يعني اعطيني رقمه للطوارئ، والاستاذ اكرم عبد الجليل، الاستاذ كمال جنيات، بعض الحاج هشام طياره، الدكتور فلان، الدكتور علان، يعني هدول جماعه اوادم، هدول اوادم طرطوس يا عمي. وكمان لذلك عم قول طرطوس آمنة. آمنة ومؤمنة بأهلها مؤمنة. سنة طرطوس سنة منفتحين، سنة كويسين، سنة عاقلين، سنة متعلمين. سنة طرطوس دينين بدون تطرف، علمانيين أيضا بدون تطرف، عاقلين، متوازنين، شعب تجارة، شعب علم، يعني شعب بحر، وشعب البحر منفتح ومتحرر. هدول أحفاد الفينيقيين يا أخي، أحفاد الفينيقيين. أنا هيك بسمي سنة طرطوسة، أحفاد الفينيقيين. والفينيقيين لمن لا يعلم سادة البحار في العصور القديمة. ولما راح كريستوف كولومبوس فتح أمريكا لاقى على الشواطئ بقايا سفن فينيقية. كريستوف كولومبوس محكي ب 1570 ميلادي. طيب هذه تنفيسة. الوضع الدولي حول حماس أعلنت صراحة على لسان مسؤوليها أنها تتنازل عن إدارة قطاع غزة ولا تتمسك به. وحزب الله بالانتخابات الرئاسية الماضية تنازل عن إدارة لبنان وتخريب لبنان أيضا. هذا كله تابع لتشدد ترامب. يبدو ما بفهموا غير بالعصا، يبدو ما بيفهموا إلا بالعصا. ومنيح اللي اجى ترامب. يعني لو اجت كاميرا هاريس بمياعتها وقروبه وراديكاليتها التي ترمي إلى المصالحة مع إيران. أنا ضد الحروب قطعا، بس الحروب هني حماس وحزب الله، مو الحروب ترامب إذا بده يجي يحاربين. لا يا عمي، لا. أنا مع السعودية ومع أمريكا قولا واحدا، قولا واحدا. آه اليوم الأستاذ أحمد دخان النقيب المركزي في سوريا، نقيبنا، نقيب المحامين، عمل لقاء على إحدى المحطات الإعلامية. لقاء منشور على يوتيوب، وبإمكانكم الكل يطلعوا عليه ويشوفوه، يعني مثل ما حكيت أول اللقاء.
حكى الأستاذ أحمد دخان أنه نحن حاليا يا أخي غير قادرين على إجراء انتخابات لتعلق الأمر بوضع الملف السوري، قصده دوليا وإقليميا طبعا، وناحية الدستور والقوانين. ونحن نخضع لأحكام قانون المحاماة الحالي اللي هو بيحمل الرقم 30 لعام 2010، ونحن لا نستطيع تعديل قانون المحاماة. وقال أنه وزير العدل أصدر تعاميم للعملية القضائية، لكن هذه التعاميم ما تزال معطلة، ونفى نفيا قاطعا أي مضايقة بالعمل حتى بالمشاعر للمحاميات والقاضيات، أو التأثير على عملهم واتجاه عملهم. وقال الأستاذ أحمد دخان يجب ترتيب البيت الداخلي للمحامين، وقال انه الانتخابات مستحيلة حاليا بسبب وضع انه في كتير محامين خارج القطر، بسبب وضع انه السجل المدني معطل، بسبب وضع انه في دوائر معطلة، وغير موضوع الدستور والقوانين هي اللي حكى عنها. هلا دورنا بالرد. سبقني الأستاذ نبيل كمال خربوطي زميلي العزيز ورد على التعليقات. الأستاذ نبيل عفوا، وأنا معه وأتبنى كل كلمة قالها. قال لشو عم تربط الانتخابات بالسجل المدني؟ شو دخل انتخابات المحامين يا أخي بفتح السجل المدني أو إغلاق السجل المدني؟ ما المحامين معروفين وذاتياتهم موجودة بفروع نقاباتهم وكل شيء، لا بدك سجل مدني لا بدك شيء. هاي أولا. ثانيا، بعد ما قاله الأستاذ نبيل وأشخاص آخرين زملائنا بنحبهم ونحترمهم الكل، أساتذتنا كمان حكوا قالوا، وأضم صوتي إلى صوتهم، يعني أنا أتبنى كل هذه الأقوال. يعني الحقيقة فتحت لحتى أشوف شيء جديد أحكي فيه، ما لقيتهم ما شاء الله حكيانين كل شيء. إنه شو هذا موضوع يجب ترتيب البيت الداخلي للمحامين؟ اشرح لنا إياها سيادة النقيب المركزي. شو يعني ترتيب البيت الداخلي للمحامين؟ يعني البيت الداخلي للمحامين مرتب في كم لوثة، أنا بعد لك إياهم. أولا، ارتباط النقابات وفروع النقابات بحزب البعث العربي الاشتراكي المنحل، مو منحل لسه، الراح الفلول مثل بتسموه. ثانيا، ارتباط فروع نقابات المحامين ونقابة المحامين بوزارة العدل. والله هذا إذا بتدور على المحامين محامي، يعني من أصل حوالي 20,000 محامي أو 30,000 محامي بسوريا، يمكن بيطلع واحد أو اثنين بيقولوا لك موافق، يمكن عم يسمعوني الواحد أو اثنين هدول. ليش عم تربط وزارة العدل بنقابة المحامين؟ هذه سلطة تنفيذية وهو وزير نفذ سياسات الدولة، شو له علاقة بعمل حر كعمل المحاماة؟ نحن مهنة رأي. عم تربطني بوزارة العدل مشان تصادر لي رأيي؟ نحن نقابات رأي، نحن مهنة رأي، نحن ما لنا أطباء، إلنا قواعد بالعمل، 1+1+1 زائد شريان زائد كذا زائد كذا. هذه الأطباء في قواعد بتقيدوا فيها، لأنه مثلا جسم الإنسان هو الكتلة هي. أما المحاماة فلا حدود لها، ولا حدود لتفكير المحامي، ولا شيء يمكن أن يمنع المحامي. في مبدأ دستوري بيقول حق الدفاع مقدس. عمين قصده بالنتيجة على المحامين، لأن المادة 105 بتفرض وجود المحامي من قانون الأصول المدنية، بتفرض وجود المحامين بكل الدعاوى. فهذا ترتيب البيت الداخلي تبعنا. نتمنى منك تعمل الشغلتين هدول، ولا عاد بدنا منك شيء بلسان المحامين، ما عاد بدك شيء. إلغاء هيمنة حزب البعث على النقابة المركزية وفروع النقابات، زائد فك ارتباط نقابة المحامين بالسلطة التنفيذية بوزارة العدل. ما رح أقول السلطة التنفيذية كلها، بوزارة العدل. هي إذا عم تتحججوا كمان بأنه في محامين كتار خارج القطر وبخارج القطر، يا أخي في سفارات لسوريا ورجعت فتحت السفارات. هالمحامين اللي خارج القطر بإشراف السفير أو السكرتير الأول يتفضلوا يدلوا بأصواتهم كمان، مثل أي انتخابات مجلس الشعب في بعض الدول، يدلوا هالمحامين المسافرين بأصواتهم. شو عليه؟ ولا في داعي لهم أصلا. المحامين الموجودين بسوريا هن اللي بيهمهم القانون السوري، وهن اللي بيهمهم تنفيذ القانون السوري، وبيرافعوا بالدعاوى السورية. ومع ذلك افتح صناديق انتخاب للمحامين بالسفارات الموجودة برا. طيب،
بزعل أنا على المحامين اللي بأواخر السنة الماضية وقبل السقوط، قبل 8/12، قبل النهضة وليس قبل السقوط. بدي أعتمد مصطلح قبل النهضة. النهضة سوريا التي بدأت في 8/12/2024. قبلها كان في محامين كتار متدربين عملوا بحث الأستاذة وعملوا شغلات بتخصهم بالأستاذة. ضل يطلع قرار فرع النقابة بتثبيت أستاذته، بصير اسمه محامي أستاذ بما لها من مميزات وفق قانون المحاماة يعني. طيب هدول مشيهم، يعني اللي عمل كل هالشروط مشيه. معقولة تيجي تقول له تعال عيد في امتحانك الشفهي وامتحانك الكتابة؟ ما بصير. مشيهم لهدول متعطلين هدول. في منهم أرباب أسر بدهم يشتغلوا، في منهم أرباب أسر. يعني فوق الموت عصة القبر. أنت كمان فوق ما الدولة موقفة الرواتب وموقفة البنوك وموقفة المالية وموقفة العقارية، هسه أنت كمان ما بتخلي مهنة حرة تمشي. ليش نقابة الأطباء عم تسجل أطباء؟ عم تسجل. وليش نقابة المهندسين عم تسجل؟ بعدين امبارح حطيتوا انتوا لفرع نقابة المهندسين بطرطوس وعينتوا يا وزارة، عم بحكي عن رئاسة الوزراء. عين بقى فروع النقابات يا أخي، خلي العالم تعرف تشتغل. عين فروع النقابات. بالنهاية بعد انتهاء هذه المرحلة سأكون صاحب حملة على مستوى سوريا لإلغاء ما يسمى النقابة المركزية للمحامين. يعني نرجع إلى ما قبل 1981 لما حافظ الأسد علي صوت المحامين شوي، جاب العالم دكة بالسجن وحل النقابات وأصدر نقابات بعثية. سأكون أول الداعين لها بس تنتهي المرحلة. هلا مو وقتها، مو وقتها. طيب أستاذنا الغالي أحمد دخان، يعني لماذا هذا الخوف من المحامين؟ يعني أنت كل شيء حكيته بمقابلتك مع احترامنا لك ومحبتنا لك، هذا كلام حجج غير مقبولة. رجاء أقبال كلامي. يعني أنا زميلك وقديم بالمهنة، ويمكن أقدم منك ويمكن حضرتك أقدم مني، بس قدمي ونحن عنا احترام للقدم كتير بيسمح لي أني أتكلم معك هيك. لماذا هذا الخوف من القانون ومن القانونيين؟ أي نعم، ثورة وقيادة ثورية وتطبق شريعتها الثورية، بس ما فيهم يشتغلوا بلا قانون وبلا قانونيين. بالنهاية الكل، حضرتك والكل، حضرتك والكل. طيب القضاء معطل يا أستاذي، القضاء معطل، التبليغات معطلة. أنا اليوم بدي أخذ تبليغ على إحدى القرى، بدي أخذ تبليغ. بعرف إنه ما في شرطة، مين بده يبلغ لي؟ بتعرفوا الشرطي يقوم بعمل المحضر في المناطق التي لا يوجد فيها محاكم. فقال لي القاضي والله يا أستاذ ببساطة في كل منطقة حاطين يمكن عنصرين من الأمن العام، بدك تاخذ التبليغ باليد وتحمل حالك وتروح انت والشرطي او هذا عنصر الامن العام يبلغ لك ويجي. قلت له طيب انت التبليغ بتقبله؟ قال لي اذا صحيح بقبله. يا اخي عنصر الامن العام، هالشاب الصغير الجاي من ادلب او الجاي من مناطق النزاعات لما يحرر، هذا جاي، هذا جاي يحرر، هذا مو جاي يبلغ. هذا له عامل دورات ولا بيعرف، مو مثل المحضرين. بدنا حل هالقصة بسرعة بسرعة بسرعة، حل هالقصة. طبعا كمحامين حقنا نطالب بهالشيء، شغلنا تعطل. نحن تعطل كمان بتعطيل السجل المدني، ما فينا ناخذ وثيقة، وكثير من الدعاوى بحاجة إلى السجل المدني. تعطل بتعطيل الدوائر العقارية، إشارة دعوة ما فينا نحط نحن. تعطل بتعطيل النقل، تعطل بتعطيل المالية. لما بالدعاوى العقارية بيقول لك لا تسجل. شرف الغيلي تعاميم أحمد السيد الوزير السابق، يا سيد وزير العدل الشيخ شادي، الشيخ شادي الويسي، تفضل الغي لنا التعاميم الأخيرة اللي صدرت عن أحمد السيد. بس نحن شفنا أحمد السيد آخر شيء قبل آخر يومين له كان ضحكته هيك هيك، هو قاعد معك خفنا، خفتنا، قلنا يا ويلي أنا شو عم يحشي براسه للدكتور شادي هذا، شو عم يحشي له براسه للقاضي شادي. في تعاميم منه صدرت بايخة ومايعة بعثية، الغي لنا اياها سيد وزير العدل، الغيها. وهي مهمة المحامين وهي مهمتك استاذنا الغالي الاستاذ احمد دخان نقيب محامين المركزي. ارجو ايصال كلامي هذا الى السيد وزير العدل الدكتور شادي الويسي، ارجو. قلنا التعاميم السخيفة اللي طلعت اخر شيء، طلع كم تعميم سخيف بموت انه لا يجوز
تسجيل أي دعوة عقارية قبل أن تدفع ضريبة المالية وضريبة القيمة الرائجة و تفضل. طيب هلا معطل المالية ومعطل العقارية ومعطل الدنيا، لشو عم تخلونا نطلعوا على المحكمة؟ أنا اليوم جماعة المحامين اللي بمكتبي أبنائي قلت لهم تعالوا بكرة نسقوا لي شغل شهر، أنا بدي أعمل معذرة شهر، أنا عم ضيع وقت واطلع على المحكمة اشوف حالي مضطر اطلع على المحكمة احضر دعاوي ما عم يصير فيها ولا اجراء ولا اجراء ولا اجراء. هوب اعطيني مهلة باخذ مهلة، تبليغ تبدي تبليغ. لا اخي خلينا نفضي محل، بدي اخذ معذرة شهر بكرة. شو بدي اكتب له الاستاذ علي يوسف النقيب؟ بدي اكتب له سبب المعذرة شو؟ عندنا حواش شو في هلا؟ طلع طلع اللوز، ما عندنا لوز، ما عندنا شيء. معذرة شهر لأسباب خاصة. المعاشات التقاعدية للمحامين المعطلة، في محامين طلعوا على التقاعد وفي محامين مرضى وفي محامين كبار بالسن. يا أستاذنا الغالي أستاذ أحمد، كمان ضغط يا أخي. أنت لا تعتبر حالك إنك جاي مثل ما كانوا البعثيين يعتبروا حالهم أصحاب مهمات عند حزب البعث. مانك صاحب، مانك جايين صاحب مهمة عن الثورة وصاحب مهم. أنت جيت طالما استلمت نقيب محامين مركزي، شد معنا شوي، حافظ علينا، حافظ على قانوننا. طالما ما تقول أنت إنه القانون 30 لعام 2010 ما يزال ساري، إيه بدنا إياك تطبقه. ارفع لك صوتك شوي. ما إلي ولا لزملائي، روح على المحامين المتقاعدين اللي عم ينتظروا الرواتب الشهرية، هدول ما بيجوز ينقطع رزقهم بهالطريقة. ما حاجة انقطعت وظيفتهم أو اسمح لهم بالعودة إلى ممارسة الأعمال، اسمح لهم بالعودة إلى ممارسة الأعمال، شيء جميل. اسمح لهم، أنا واثق ثلاث أرباعهم بيرجعوا. انقطع رزقهم، كانوا معتمدين شوي على المعاش تقاعد، انقطع راح خالص بالمرة، على القليل كان يجيب الخبزات. شوفوا، تحملوني، في صفحة اسمها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أقحمت نفسها على المنشور الخاص بالمقابلة مع الأستاذ أحمد دخان، وقالت إن الأستاذ أحمد دخان هو نتاج الشرعية الثورية، وهو منتخب من قبل المحامين الأحرار، وكل من يعترض على كلامه، أستاذ نبيل خربطلي مرحبا، وكل من يعترض على كلامه، أستاذ سعيد المانع مرحبتين، أستاذ عارف الشعال 5 مراحل، وكل من يعترض على كلامه تعود على العيش تحت البسطار. الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الصفحة هيك اسمها. نرجو من النقابة المركزية حذف هذا التعليق الحقير مثل أصحابه، تافه. نحن ما بنتحكى هيك، نحن ما بنعيش تحت البسطار. نحن الشهداء من المحامين مثل الشهداء اللي راحوا بالتفجيرات اللي صارت على باب القصر العدلي بشارع النصر بدمشق بالمحكمة القديمة. في كتير واحد مثلك يا تافه بيعيش تحت البسطار. مو انا ولا عارف الشعال ولا نبيل كمال خربطلي ولا باسل سعيد المانع، هدول اللي عم يعلوا صوتهم كرمال الناس، كرمال خدمة الناس، ومو جايون شيء. شو جاي عارف الشعال كل يوم عنده منشورين او 3 خدمة للناس؟ شو جايه نبيل كمال خربطلي؟ شو جايه باسل المانع؟ شو جاي علام محمد؟ شو جاي فلان وعلان؟ طبعا الامثال الكثيرة جدا ومحترمين الكل، يعني ترفع لهم القبعة جميعا. يعني تيجي صفحة تقحم نفسها في هذا النقاش مع نقيب المحامين المركزي وتقول المحامين اللي عم يعترضوا هدول متعودين يعيشوا تحت البسطار، لأنه الأستاذ محمد نبيل أحمد دخان هو نتاج أصوات المحامين الأحرار. إيه إمتى على راسي الأستاذ أحمد دخان، أنت وياه. لا أنت مانك على راسي، أنت تحت رجلي أنت اللي ما تحكي هيك. الأستاذ أحمد دخان على راسي، بس وين نتاج المحامين الأحرار؟ وين الأستاذ أحمد دخان؟ ما عرفنا، ما حدا عرفنا. إذا احنا لأن لهلا ما بعرف من أي محافظة الأستاذ أحمد دخان. من حلب، من إدلب، ما بعرف من وين. مع احترامي له، زلمة كويس، مش بدنا منه إلا الخير، مش بدنا منه إلا الخير، لك مش بدنا منه شيء. بس هو وين نتاج أي محامين أحرار؟ مين المحامين الأحرار اللي عم تحكي عنهم؟
ولك نحن حافظنا على المحاكم، ولك نحن حافظنا على سير القضاء، لك نحن ضلينا بالبلد حاملين دمنا على كفنا وضلينا بالبلد. نحن ما كنا بعمرنا مع النظام. أنا أوقفت رغم أني محامي، تجاوزوا داسوا على حصاناتي وأخذوني إلى الأفرع الأمنية لمدة 5 أشهر، وغيري 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 كتار. نحن الأحرار يا تافه، يا صفحة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. نحن اللي هلا آكلين هم البلد، نحن اللي حاملين هموم الناس، مو أنت. أنت واحد حقير عم تحكي هيك، ما رح كتر حكي أكثر من هيك. هذا اليوم كل شيء لليوم. تصبحوا على ألف 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 خير. السلام عليكم.